السلام عليكم احبابي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اول حاجه كنشكركم بزاف الناس اللي ضافوا للقناه واللي داروا الثقه في القناه الثقافيه ذات المعلومات القانونيه والمعلومات اللي كنحتاجوها في حياتنا بصفه عامه. مرحبا بكم مره اخرى الناس القدام اللي كانوا في القناه والناس اللي ضافوا للقناه، وان شاء الله تكون معلومات مهمة ومفيدة للجميع. ثم فضلا وليس امرا، ان شاء الله الا عجبكم الفيديو او لا عجبكم اي فيديو من الفيديوهات اللي كننزل، حاولوا انكم تبارطاجيوهم مع الاحباب ديالكم والمعارف ديالكم باش يكون هناك تفاعل في الفيديو اللي نتوما اختاريتوه. ثم انكم حاولوا تنزلوا لنا التعاليق ديالكم في الفيديوهات اللي كتشوفوها باش ممكن اننا نزيدوا لقدام بهذه القناه اللي مالا الا وهي القناه الثقافيه. فتابعوا معنا هذا الفيديو من البدايه الى النهايه. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على واحد المساله مهمه كتعلق بالناس ديال الرامد اللي حولوهم من نظام الرامد الى نظام صندوق الضمان الاجتماعي اللي هو لامو او لا التامين الاجباري عن المرض. كيف ما كيعرف الجميع، فاش تحولوا هاد الناس من رامد لامو او لا لصندوق الضمان الاجتماعي ظهرات بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال المشاكل عانوا منها الناس كتير، ومازال كيعانيو ومازال كيسولوا ومازال تالفين ومازال بزاف ديال الحوايج ما عارفينهمش، والاراء تتضارب والاجراءات شويه يعني صعيبه. رغم ان في الاول كانت خطابات من الحكومه كيقولوا بان هاد الناس تحولوا من رامد اوتوماتيك مشاو لصندوق الضمان الاجتماعي. بالفعل هما مشاو اوتوماتيك لصندوق الضمان الاجتماعي، لكن المساله ما كتوقفش هنا. المساله دائما غاديه في اجراءات واجراءات جديده باش ممكن هاد صحاب رامد انهم تبقى عندهم الاستفاده مجانيه من هاد صندوق الضمان الاجتماعي، ويتعالجوا في مستشفيات ديال الدوله بطريقه مجانيه، وفي مستشفيات الخصوصيه بتأديتهم أو لا باسترجاعهم لمبلغ مهم أو لا لتعويضات مهمة اللي صرفوها في هذه المستشفيات الخصوصية. كاينين بزاف ديال الناس جاتهم رسالة، ماشي الرسالة الأولى اللي جات فيها الرقم ديال التسجيل وانتم كتخرجوا من خلال داك الرقم ديال التسجيل كتخرجوا شهادة التسجيل. وكذلك هذه الرسالة كتخبركم على أنه تم التحويل ديالكم من نظام رامد إلى نظام لامو أو لا صندوق الضمان الاجتماعي. لكن هنا راه كنهضروا على الناس اللي عندهم الرامد ومازال الصلاحيه ديال هذا الرامد مازال كاينه عندهم. لكن بعض الناس كيتفاجئوا على ان كاين هناك رساله اخرى جاتهم في الهاتف كتذكرهم او كتقول لهم على ان الصلاحيه ديال الرامد ديالكم راها غتنتهي مثلا في 30 نوفمبر 2022. لازم انكم تزوروا الموقع ديال امو التضامن وتجددوا الاستفاده ديالكم او لا، يعني ديروا واحد الطلب ديال الاستفاده تاني باش كتعبروا على انكم باغيين الاستمراريه في هاد الانخراط ديال صندوق الضمان الاجتماعي. الرساله هذه دوخات بزاف ديال الناس، كاين اللي ما عرفش شنو يدير، كاين اللي ما انتبهش بانها جاتو هاد الرساله هذه. وخاصه حنا تنتكلموا اولا تنحاولوا نوروا الناس اللي ما فاهمينش، الناس اللي ما عارفينش، اولا الناس اللي ما قارينش، اولا الناس اللي كبار في السن بطبيعه الحال وما قارينش وعندهم واحد الهاتف قديم وكيجيهم فيه هذه الرساله وما تيديو وما تيجيبوا. ولكن هنا المشكل هو انهم الا ما داروش التعبئه ديال الاستمرار في هذه الاستفاده هذه ممكن انهم يتحرموا من الاستمرار في الاستفاده من هذا صندوق الضمان الاجتماعي او لامو او لا التامين الاجباري عني. نزيد ناكد عليكم على ان هي جاتك بحال هذه الرساله اللي قلت لكم، رساله ثانيه كتذكركم بان الرامد غادي ينتهي في واحد التاريخ معين، وكتخبركم على انكم تدخلوا لذاك لوسيت ديال امو تضامن، فراه ضروري خصكم ديروا هذا الاجراء باش انكم ما تحرموش من التغطيه الصحيه.
معلومة أخرى هو أنها منين تجيكم هذه الرسالة ما غاديش تدوزوا مباشرة أنكم تسجلوا أو تعبئوا الطلب باش أنكم تبقاو مستمرين في هذه التغطية الصحية المجانية. بل يجب عليكم أنكم تسجلوا في السجل الوطني للسكان أولا، ثم أنكم تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد. بعد ذلك عاد أنكم تمشيو وتسجلوا في هذه التغطية الصحية باش تبقى مستمرة معكم التغطية الصحية المجانية. لما درتوش هاد جوج أشياء اللي هما تسجلوا في هذوك جوج مواقع، راكم ما غاديش تقبل لكم التسجيل او لا باش انكم تستمروا في التغطية الصحية، لان من بين المعلومات هو المعرف الرقمي والاجتماعي، وهذا المعرف الرقمي كيتعطى حتى كتسجل في السجل الوطني للسكان. ندوزو نوريكم الطريقة باش انكم ديروا او تملؤوا الاستمارة اللي غتمكنكم من الاستمرار في التغطية الصحية المجانية. فاش كتدخلوا الموقع متضامن كتخرج لكم هذه الواجهه هذه. الا بغيتوا ديروا تعبئه الطلب كديروا التعبئه في داخل الموقع، بغيتوا غير النموذج كتخرجوا نموذج طلب الاستفاده وكتعمروه بحال هذا النموذج هذا اللي شفتوه دابا، طلب التسجيل في نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض. كتعمروه بالمعلومات الشخصية ديالكم وكتديوه للمقاطعة. بغيتوا تعمروا داخل الموقع كتبركوا على تعبئة طلب الاستفادة. مهم هذا خرج غير تنبيه تيقول لكم زعما على ان كل فرد كيكون عنده داك المعرف الرقمي. هنا في هذا طلب الاستفادة كتعمروا المعلومات اللي خاصة بكم. هانتوما كتشوفوا معلومات عامة. الجهة راها تما بزاف ديال الجهات، كتختاروا الجهة اللي كتنتميو ليها. مثلا جهة فاس مكناس، جهة الدار البيضاء، كاينه جهة الرباط. العمالة أو الإقليم حتى هي العمالة اللي تابعين ليها ولا المقاطعة. البشوية أو الملحقة يعني البلاصة بالضبط فين ساكنين. يعني المعلومات ديالكم الأساسية ضروري خصكم تعمروها هنايا. ثم المعلومات الأخرى اللي هي معلومات حول صاحب الطلب. المعرف الرقمي المدني والاجتماعي هو ديك الرقم اللي حصلتوا عليه من بعد ما تسجلتوا في السجل الوطني للسكان، لأن ضروري خصكم تسجلوا فيه. كنعمروا المعلومات ديالنا العادية، الاسم الشخصي، الاسم العائلي كيف ما كيظهر عندكم بالعربية وبالفرنسية، تاريخ الازدياد، هل أنت متزوج يعني نعم أم لا. يعني المعلومات اللي طالبين منكم كتعمروها بالتدقيق. ثم كننتقلوا المعلومات حول الزوج او الزوجه الا كنتي مزوج. كديروا المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ديالها او ديالو، لان كل واحد من الافراد الاسره كيجيه الرقم المدني والاجتماعي ديالو. كدير الاسم الشخصي، كدير الاسم العائلي بالعربيه وبالفرنسيه، كديروا تاريخ الازدياد كذلك، يعني معلومات شخصيه. ثم المرحلة الأخرى هي الأولاد والأطفال المتكفل بهم. يعني تقريبا هاد المعلومات هذه كانت في الأول كنعمروها في الاستمارة ديال الرامد. كذلك هنايا نفس المعلومات، اللائحة ديال الأولاد والأطفال. غديروا المعرف الرقمي والمدني والاجتماعي ديال الطفل، أو كديروا الاسم الشخصي ديالو، الاسم العائلي، تاريخ الازدياد، الجنس واش ذكر أو لا أنثى، الاسم كذلك الشخصي بالحروف اللاتينية والاسم العائلي بالحروف اللاتينية. إلا كان كتر من الولد ولا نقولوا جوج ثلاثة شحال ما كان، كنجيو لهنا وكنبركوا على هاد الزائد هذه. يعني غير كنبركوا على هاد الزائد كتعطينا عاوتاني يعني الصفحة اللي غنعمروا فيها ديال 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 يعني الطفل الاخر اولا الولد الاخر اولا البنت. عاوتاني الا كان الثالث عاوتاني كنديروا زائد، ما كانش صافي كنخليوها فارغه. ثم كنجيو لهذا الرمز هذا اللي كتشوفوه مكتوب، كنعاودوا نكتبوه هنايا كيف ما مكتوب. الا كان مكتوب ارقام وحروف صغيره كنكتبوها بارقام حروف صغيره، كانت بارقام وحروف كبيره كنكتبوها بارقام كبيره. ثم كنديروا تسجيل الطلب، هو هذا.
صافي من بعد غير كتضغطوا على داك التسجيل الطلب كيوجهك المكان فين انك غادي دير تيليشارجيه اولا دير له تحميل. كتخرج لك هذه الورقه اللي مكتوب عليها طلب تسجيل في نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالاشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وبطبيعه الحال كتكون فيها المعلومات ديالك كامله، ومعلومات ديال الزوجه ومعلومات ديال الاطفال. تقريبا كيف ما قلت لكم هذه هي المعلومات اللي كنا كنعمروها في ملفات ديال راميد. كتجي لواحد النقطة مهمة هي في آخر هذه الاستمارة اللي هي الرابعة، تصريح بالشرف. كتدير الاسم ديالك، يعني صاحب الطلب. أنا الموقع أسفله السيد كذا أصرح بعدم الاستفادة من تقديم أي تأمين إجباري الأساسي عن المرض وبصحة المعطيات الواردة في هذا الطلب. وصافي، يعني بحال اللي كتتاكد على المعلومات اللي كاينه في هذا الطلب هذا. وهذا كما قلت لكم كان حتى في الاستماره دراميد كان فيه هذا التصريح بالشرف، ثم كدير التوقيع ديالك ودير التاريخ، وهنا كيكون هذا الطلب جاهز. ومن بعد فاش كيكون هذا الطلب ديالك جاهز كتديه للمقاطعه اللي قريبه منك، ثم كيعطيوك واحد الرقم باش كتبقى انت متبع الطلب ديالك. ثم الا بغيتي تتبع الطلب كترجع لهذا الموقع متضامن. وكما شفتوا كاينه ها نتوما تتبع الطلب، كتضغط على تتبع الطلب، كتدخل داك الرقم ديالك وكتبقى تشوف الرقم ديالك. ها نتوما كيتكتبوا المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ديالك، ثم كتكتب داك رقم ايداع الطلب كيف ما شفتوا، يعني الرقم اللي عطاوكم باش تتبعوا الطلب ديالكم واش تقبل ولا لا. عاوتاني كتجيو لتحت وكديروا داك الارقام والحروف اللي كيما شفتوا اللي مكتوبه، يعني كيف ما هي كتوليو تعاودوا تكتبوها وكديروا بحث. انا داك تيوريوكم فين وصل الطلب ديالكم، واش تقبل، واش هو في طور المعالجه، واش يعني ترفض. يعني من هنا كتديروا تتبع الطلب. بالإضافة إلى أن هذا الموقع فيه كل شيء، يعني اللي بغى يشوف ويعرف المعلومات اللي مرتبطة بهذه الاستفادة ديال التأمين الإجباري عن المرض. يعني هانتوما كما كتشوفوا في معلومات عملية كاين فيه كيفية الحصول على استمارة طلب الاستفادة، إيداع استمارة طلب الاستفادة، مآل الطلب، شروط الاستفادة من هذا البرنامج، كيف يمكن تتبع الطلب. كل شيء موجود في هذا الموقع. ما عليكم إلا مثلا تدخلوا لهذا الموقع وتزيدوا يعني تقراوه وتفهموا. حنا الدور ديالنا هو اننا كنوريو للناس اللي ما عارفينش بطبيعه الحال، والمعلومه واخا يقولها واحد ونكررها مثلا انا ولا يكرروها واحدين اخرين، باش المعلومه ترسخ لدى الجميع لابد المعلومه تكون تتكرر عند بزاف ديال الناس، لان هذا مشروع جديد على المغرب وبزاف ديال الناس ما فاهمينش، وبزاف ديال الناس يعني ما قاريينش في المغرب. ضروري خاصنا نورو الناس اللي ما فاهمينش.